واخيرا عملت وردة روبانزل بايديا. بجد انا مش مصدقه ان انا عملتها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. النهارده بقى هوريكم خطوه بخطوه ازاي عملت وردة روبانزل السحريه المضيئه القمر دي بطريقه سهله جدا وبسيطه من شويه بايب كلينر وبيبي لايت صغير. ودي فكرة رقم 5 من سلسلة 10 أفكار سهلة ممتعة بالبايب كلينر. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تشوفوا عملناها ازاي خطوة بخطوة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو دي أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، انزلوا حالا اشتركوا فيها وفعلوا زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا إشعار مني بكل جديد أنا بقدمه، واعملوا لايك حلو زيكم. ويلا بينا نبتدي. واول حاجه جهزت الوان البايب كلينر اللي احنا هنستخدمها عشان نعمل وردة روبانزل. هنحتاج اللون الاصفر والموف والاخضر. وجبت فرع ورد بيبقى عود كده لونه اخضر، بيجي من اي محل خردوات كده لمستلزمات الورود. وكمان هنحتاج سلك نور كده او بيبي لايت. وهو دي كل الادوات اللي احنا هنحتاجها. ويلا بينا على اول خطوه. واول حاجه بدات باللون الاصفر، خدت 3 اعواد بايب كلينر كده باللون الاصفر. هسيب كده عود على جنب وهاخد العودين دول كده وهتنيهم بالنص بالشكل ده. ومن النص كده هقسمهم بالمقص عشان يبقى معايا 4 اجزاء متساويين كده قد بعض بالشكل ده كده. باخد بقى كل عود من الاربعة دول كده وهبدأ ان انا اتنيهم من النص كده واضغطهم بالشكل ده. اهم حاجة واحنا بنتني الاعواد دي كده نتأكد ان احنا عاملينها كده بالطريقة دي بنفس الطول، عشان خاطر ما تبقاش واحدة طويلة وواحدة قصيرة. هنجيب بقى العود التالت اللي انا سيبته ده كده زي ما هو، وبدأت ان انا استخدمه كقاعدة علشان اركب عليه الاجزاء الصغيرة اللي احنا عملناها اللي هما الاربع اجزاء دول كده. بدخلهم بقى على العود الطويل ده كده في النص بالشكل ده فوق بعض بالطريقة دي. هبدأ بقى ان انا اظبطهم كده واوسطنهم في النص كويس بايديا كده، واسوي كده كل حاجة. والاطراف اللي فوق دي كده بربطها في بعض بالشكل ده. وبعد كده بظبط بقى اي حاجة مش مظبطة معايا. والطرفين اللي احنا رفعناهم لفوق دول كده هجيب اي عود شيش طاووق او اي حاجة رفيعة زي العصاية اللي انا ماسكاها دي. وهبدأ بقى ان انا الفها كده حوالين العود بالشكل ده. والناحية التانية برضو هبدأ ان انا الف العود التاني بالطريقة دي كده على العصاية اللي معايا، بحيث ان هي تبقى شكل الويفي كده وتبقى شبه ورقة الوردة بتاعة روبانزل اللي هي موجودة في الكرتون. وبعدين هنزل الطرفين لتحت كده على باقي الاجزاء علشان ياخد شكل الورقة بتاعة الوردة. وبجيب كده الطرف منهم كده والفه حوالين العود التاني علشان اقفله كويس والورقة ما تفكش مني بالشكل ده كده. الكاميرا هنا جايبة الورقة اللي هي باللون الاصفر دي كأنها فسفوري، بس ده لونها الحقيقي كده لما حطيت الورقة البيضة كده. ده الدرجة الأساسية بتاعة الوردة. عملت بقى 5 بنفس الطريقة اللي احنا عملناها عشان يبقى معايا كده 6 بتلات للوردة أو 6 ورقات لوردة روبانزل. وبعد ما خلصت الجزء الأصفر من الوردة بدأت أدخل على اللون الموف، وده الجزء اللي هيبقى الطبقة الداخلية التانية للوردة بتاعة روبانزل. بجيب عود موف كده من البايب كلينر وبدأت ان انا اتنيه كده بالنص، وهجيب المقص كده واقسمه بالنص علشان نقدر نشكله بسهولة. بدخلهم في بعض كده زي حرف اكس عشان انزل كده الاطراف كلها لتحت كده كأني بعمل ورقة شجرة رفيعة. وهبدأ ان انا اخد جزء كده من الطرف ده واربطه على باقي الاطراف بالشكل ده كده. بعد كده بسويها بايديا كده وبشكلها بصباعي كده كأني بعمل زي تجويف كده من جوه بالطريقة دي. وعملت الباقي بنفس الطريقة كده لحد بقى ما معايا 6 وحدات كده بنفس الشكل باللون الموف. وعلشان اخلي الورقة اللي باللون الموف كده تكون بارزة وواضحة بالشكل ده كده هجيب بقى اي ولاعة او شمع عندي، وهبدأ ان انا كده اعدي عليها الاطراف كده بكل هدوء عشان تبقى بارزة كده ومحددة وتدي شكل اجمل. وبنفس الطريقة هعمل بقى في كل البتلات اللي موجودة معايا او الورق اللي هو باللون الموف ده كده بنفس الطريقة. بمشيها كده من الجنب ده شوية ومن الجنب التاني بالطريقة دي. وبعد كده بقى بايديا بشكلها كده كأنها مقوسة كده. هعمل بقى في كل البتلات كده بنفس الطريقة. الفكرة بتاعت الوردة النهاردة سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش مننا اي وقت، بجد خطواتها كلها سهلة. عايزاكم بقى تشجعوني كده وتوصلوا الفيديو ده ل1000 لايك علشان كده نستمر كده ونكمل بقية السلسلة. وبجد اللايك هو اللي بيشجعني ان انا دايما استمر كده واعمل لكم ابداعات كتير على القناة. ده كده بقى شكلهم بعد ما خلصتهم. بعد كده خدت 2 عود من البايب كلينر اللي باللون الاصفر وقسمتهم بالنص بالمقص كده علشان يبقوا معايا 4 اجزاء متساوية. وده علشان نعمل بيهم قلب الوردة او الجزء المميز اللي بيكون في نص الوردة بتاعة روبانزل. بعد ما قسمت الاعواد كده بدأت ان انا اشتغل على كل جزء، بلف الطرف اللي فوق ده كده بهدوء كده كأني بعمله زي الدايرة، واتني الجزء اللي تحت كده بطريقة عشوائية كده لحد ما ياخد شكل زي علامة الاستفهام كده. بعمل برضو باقي الاشكال كده وبكرر نفس الحركة مع باقي الاجزاء علشان يبقوا معايا بالشكل ده كده. وبكده نكون خلصنا اجزاء الوردة بقى احطهم على جنب كده. ودلوقتي بقى هعمل ورقة الشجرة. بجيب 3 اعواد كده من البايب كلينر اللي باللون الاخضر. اول حاجة بجيب العود ده كده وبقسمه بالنص بالمقص. هتني الجزء ده كده كأني بعمل رقم 8 بالشكل ده.
وهتني الجزء التاني برضو فوقه بالشكل ده كده، وهجيب عود بايب كلينر باللون الاخضر كامل كده بالطريقة دي، وهدخله من النص كده، وابدأ ان انا ارفع الاطراف دي لفوق واربطها بالشكل ده، وبعد كده انزل الطرفين دول لتحت، وبعد كده بقى اشكل ورقة الشجرة بالطريقة دي كده، وهاخد طرف من الاطراف دي كده وابدأ ان انا الفها كده على ورقة الشجرة بالشكل ده علشان اربطها كويس وتكون ثابتة معايا، وعملت واحدة زيها بنفس الطريقة بالشكل ده. بعد ما عملنا كده كل تفاصيل الوردة كده والأجزاء بتاعتها كلها حتى ورق الشجر، دلوقتي بقى هنيجي لمرحلة التجميع. هنجيب كده ورقة باللون الأصفر وبمسدس الشمع كده هنحط في النص كده شمع، وهنلزق عليها ورقة باللون الموف، وهنعمل كده في بقية الورق كل ورقة صفرة هنلزق فيها واحدة موف بالشكل ده، ونشكلها بإيدينا كده لورا كأننا بنتنيها كده تانية بسيطة. بعد ما لزقتهم كلهم بالشكل ده هجيب بقى البيبي لايت او سلك النور ده، وبفك السلك كده عشان ابدأ ان انا اشكله كده كأنه شعيرات اللي بتبقى موجودة في قلب الوردة او البذور اللي بتكون في الوردة، عشان يدي نفس شكل وردة روبانزل المضيئة كده، لان دي هي الجزء اللي هيجمع كل الوردة مع بعض. وبدأت ان انا بقى اعمله بالشكل ده كده، بتني كده كل واحدة وبطلع كده الجزء اللي بيبقى فيه الإضاءة لفوق كده كأنها البذور بتاعة الوردة او الشعيرات اللي بتبقى في الوردة من جوه، وبعد كده بقى هربطها كلها كده في بعض بالشكل ده كده بالجزء اللي هو اللي فاضل من تحت ده كده. وبعدين بقى بظبط الفروع دي بايديا كده بالطريقة دي علشان خاطر لما تبقى تتحط كده جوه الوردة تدي كده اضاءة في كل حتة في الوردة كده وتبقى شكلها حلو. بعد كده بقى هحط فيها كده الاجزاء اللي احنا عملناها بتاعت قلب الوردة دي اللي باللون الاصفر دي، بحطها كده برضو بشكل عشوائي زي شكل وردة روبانزل الحقيقية بالظبط. بنحط التلاتة دول كده، وواحدة كده هنحطها في النص كده تبقى عالية شوية، وبعد كده هجيب قطعة بايب كلينر باللون الاصفر وهربط بقى كل الاجزاء دي كده في بعض بالشكل ده، اللي هو فرع النور مع الاجزاء دي كلها اللي باللون الاصفر، وده كده بقى شكل قلب الوردة معايا جاهز. هنحطه بقى كده على جنب. تعالوا بقى نكون الوردة نفسها. بنجيب كده اول ورقة باللون الاصفر وهنبدأ ان احنا نحط كده عليها شمع من الجنب، ونثبت فيها تاني ورقة بالشكل ده كده، وبعد كده هنحط نقطة شمع تانية كده على الجنب كده من الورقة، ونبدأ ان احنا نثبت الورقة التالتة فيها بالشكل ده كده، بحيث ان هما يكونوا 3 ورقات كده متماسكين جنب بعض بالشكل ده. بعد كده هنجيب ورقتين تانيين وهنبدأ ان احنا نثبتهم برضو في بعض. بنجيب كده الورقة وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط كده نقطة شمع كده على التعريجات اللي في الورقة كده من الجنب بالشكل ده كده، ونثبت عليها الورقة التانية، وهنسيب اخر ورقة كده في الوردة من غير ما نلزقها، يعني هنعملها كده بمثابة 3 ل2 ل1. جبت بقى ال3 ورقات اللي باللون الاصفر اللي احنا لزقناهم في بعض دول، وبدأت ان انا اثبت فيها كده العود الاخضر ده بتاع الوردة بالشكل ده، وحطيت عليها نقطة شمع تانية وبثبت عليها كده قلب الوردة اللي احنا عملناه كده بالبيبي لايت بالشكل ده كده، وبثبت ايديا شوية عشان تثبت اكتر. وبعد كده بقى اثبت باقي اجزاء الوردة كده، بحط نقطة شمع كده وهثبت اللي هما الاتنين اللي لزقناهم في بعض دول كده، وهثبتهم بايديا شوية لحد ما يمسكوا في الشمع كويس. وبعد كده بقى اخر حاجة هنحط نقطة شمع وهنثبت اخر ورقة في الوردة بتاعة روبانزل بالشكل ده كده، واي فراغات صغيرة بين اجزاء الوردة هحط نقطة شمع بسيطة كده بين كل واحدة. وده بقى شكلها بعد ما خلصنا وبقى معانا وردة روبانزل القمر دي. ودلوقتي بقى هنثبت كده جزء الاضاءة ده تحت الوردة، هنجيب كده نقطة شمع وهنحطها كده تحت الوردة بالظبط، وهنثبت كده جزء الاضاءة كده اللي فوق بحيث ان هو الزرار لما نضغط عليه يبقى باين بالنسبة لنا. وبعد كده بقى هنجيب بايب كلينر باللون الاخضر وهنبدأ ان احنا نلفه كده على الساق بتاع الوردة بحيث ان احنا نغلفه كده بالكامل. بنبدأ بقى ان احنا نلف كده بالشكل ده، وكل ما العود بتاع البايب كلينر الاخضر ده بيخلص معانا بنجيب عود تاني وبنبدأ ان احنا نلفه تاني على العود بتاع الوردة بالشكل ده. وانا بلف كده قلت ان انا اشيل كده الجزء بتاع الاضاءة ده تاني كده بالمقص، واغلف الجزء اللي فوق كده باللون الاخضر برضه عشان يدي فينش حلو كده للوردة. بدأت ان انا الف كده الجزء اللي هو باللون الاخضر ده تاني كده لحد فوق بحيث ان هو يغطي كل الجزء اللي باللون الموف ده كده. وبعد كده بقى هجيب مسدس الشمع واحط نقطة شمع كده واثبت اخر كده جزء في العود اللي احنا عملناه، وبعد كده بقى هبدأ ان انا اثبت عليه جزء الاضاءة بالشكل ده تاني.
واحنا بقى بنكمل تغليف لعود الوردة كده هنبدأ ان احنا نحط ورقة شجرة، وبعد كده بقى هنجيب كده بايب كلينر ونبدأ ان احنا نثبتها كده ونلف عليها البايب كلينر بالشكل ده. وبعد كده بقى هنثبت برضو الورقة التانية بنفس الطريقة، بجيب كده الورقة بتاعة البايب كلينر اللي باللون الأخضر دي، وهبدأ ان انا اثبتها كده قصاد ورقة الشجرة التانية، وبعد كده هلف عليها بايب كلينر، وهبدأ بقى ان انا اغلف بقى باقي العود لحد الاخر بالشكل ده. واخر جزء في العود كده مش هغلفه، هسيبه كده لحد ما اربطه كده في طوق الورد اللي احنا هنعمله. وكنت عايزه اعمل طوق كده من الورد عشان اثبت عليه وردة روبانزل، جبت كده بايب كلينر وبدأت ان انا اعمله شكل دايرة ومشيت عليه الولاعة عشان يبقى معايا زي طوق معدن كده. لو عندكم بقى سلك معدن تقدروا تعملوا بيه الطوق ده، وعلشان الطوق ده يبقى متماسك معايا هبدأ ان انا الف عليه كده بايب كلينر باللون الاخضر زي ما انتوا شايفين كده، بربط اول جزء كده في الطوق، وببدأ بقى ان انا الف كده عود البايب كلينر كده واحدة بواحدة حوالين الطوق بالشكل ده علشان يكون متماسك معايا. وهعمله كمان طبقة تانية فوق منها على طول عشان خاطر يبقى تقيل معايا كده لما احط فيه الوردة كده واربطها فيه كويس ما تقعش مني وتبقى متماسكة كده. بعد ما غلفت الجزء ده كده قدامكم هكمل بقى باقي الطوق بنفس الطريقة. وده كده شكل الطوق بعد ما غلفناه كده طبقتين فوق بعض، سبت كده الجزء ده كده ما ربطتوش. هبدأ بقى ان انا كده الف قدامكم بس لما اربط فيه الوردة نفسها، بجيب كده الجزء ده كده من الوردة، وهبدأ ان انا اتني الجزء المعدن ده كده باي بنسة عندي بالشكل ده كده، وبعد كده بقى هثبتها على الطوق اللي احنا عملناه بالشكل ده. ظبط كده بقى شكل واتجاه الوردة كده بايديا على الطوق بالطريقة دي، وبالبنسة كده بجمد عليها تاني. وبعد كده بقى هجيب بايب كلينر اللي هو اللي باللون الاخضر ده، وهبدأ بقى ان انا الفه حوالين العود بتاع الوردة، وافضل بقى ان انا كده اربطهم كويس كده بالبايب كلينر عشان يبقوا ثابتين كده كويس معايا وما يفكوش خالص. وده كده بقى شكلها بعد ما ثبتها كويس. واخر حاجة كده حبيت ان انا ازين الطوق اللي في الاخر ده كده بشوية ورود صغيرة لونها اصفر وموف. جبت اول حاجة كده عود بايب كلينر باللون الموف، وبدأت ان انا الفه كده 4 أو 5 لفات وبربطها كده بالشكل ده، وبطلعها كده من الجزء اللي انا بلف عليه. وبعد كده بقى ببدأ ان انا ادخل الطرف ده كله كده بالشكل ده، بربطها كويس، وهقص الزيادة بالمقص. وبعد كده بقى هتكون معايا وردة، بفردها كده بالشكل ده كده معايا عشان تبقى وردة صغيرة كده، وبلف كده الأجزاء دي كده عشان تبقى الوردة كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهجيب كده نص فص لولي كده باللون الأبيض، وبمسدس الشمع هبدأ ان انا احط نقطة شمع كده واثبت كده نص اللولي دي كده جوه. عملت بقى شوية ورود كده اصفر وموف بالتبادل بالطريقة دي. وهزين بقى الطوق كده كله بالورود دي بمسدس الشمع، هحط كده وردة موف، وبالتبادل كده هحط وردة لونها اصفر وموف وبعد كده اصفر وهكذا. ترى وده كده بقى شكلها النهائي، بقى معايا احلى وردة روبانزل تقدروا تعملوها في البيت بكل سهولة. بجد طلعت شكلها تحفة وفي منتهى الجمال بصراحة، ما كنتش متخيلة انها تطلع بالشكل الخرافي ده وكأنها فعلا طالعة من عالم روبانزل. شكلها قمر قوي كمان لما نورنا كده البيبي لايت اللي فيها وعملت الإضاءة بتاعة الوردة كده لما كانت بتنور. بجد طلعت تحفة قوي. اكتبولي رأيكم في الكومنتات بسرعة، تقيموها كام من 10. ولو انتوا وصلتوا معايا للدقيقة دي ونسيتوا تحطوا لايك، ياريت تحطوا لايك حلو زيكم كده وتشجعوني عشان بجد اللايك بيفرق معايا جدا. بتمنى توصلوا الفيديو ل1000 لايك، هكون فرحانة جدا 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 وهنزل لكم افكار احلى واجمل الفترة اللي جاية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه كده واتسليتوا. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك زي ما قلتلكوا واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه الفترة اللي جاية. واكتبوا لي تحت في التعليقات تحبوا الفكرة الجاية تكون عن ايه. مستنية ارائكم واقتراحاتكم. اشوفكم على خير في فكرة جديدة وفيديو جديد. بحبكم جدا، سلام.